يلا هشام، قول يا هشام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز بس اخد رأي حضرتك في حاجة. أؤمرني. موضوع طويل بقى، خليك معايا. أنا معاك. من 4 سنين كده أيوه. كنت يعني اتعرفت على واحدة. أيوه. وبعدين حصل بينا علاقة. أيوه، علاقة يعني إيه؟ حدث بينا علاقة، تعرفنا على بعض، دي علاقة. اتطور الموضوع شوية، دي علاقة. اتطور الموضوع أوي أوي. طيب. وبعدين هي بقت حامل. هي يا فندم؟ بقت حامل. أيوه. تمام. المشكلة يعني ساعتها أيوه. ساعتها والدها ووالدتها عرفوا كده. وطبعا انا والدي عرف. أيوه. وكتبنا كتابنا ساعتها. طيب. وحاولنا ان الموضوع يعني يمشي كويس. تمام. بس فاحنا بقالنا هو 4 سنين متجوزين؟ لا، كاتبين كتابنا، بس هي في بيت اهلها وانا في البيت هنا برضه، يعني عادي عند اهلي. وولدت ولا عملتوا ايه؟ لا. نزلتوا؟ طيب. ودلوقتي كاتبين كتابكم 4 سنين؟ وبتدوروا بتجهزوا ببيت وكده؟ وانا اخلص كليه الى اخره. يعني انت كنت لسه طالب؟ لسه طالب. ايوه. خلصت الحمد لله؟ اخر سنه لسه. طيب. والشروع بقى في البيت والعفش وطبعا اي عفش على فكره يبقى زي الفل قوي لو كنا مسلمين، يعني ممكن ندخل على سرير ومش ضروري دولاب كمان على فكره. كل ده جاهز، كل ده خلاص جاهز. كل ده ايه يا فندم؟ جاهز باذن الله. طب الحمد لله تمام. امال المشكله فين يا شاه؟ خلص ايه؟ لا مفيش مشكله، بس خلص الكليه. يعني انا ما انت زعلان ليه يا شاب وانت بتكلمني؟ انت زعلان ليه؟ احنا عايز اخد بقى راي حضرتك في حاجتين. قول. اولا اللي احنا عملناه ده، موضوع ان احنا نزلناه. مش عارف، حاسس ان هو لسه مأثر علينا لحد دلوقتي. لا ان شاء الله ربنا يعوض عليكم، بس هو انتوا هيبقى عليكم حاجه اسمها غره، اللي هي عشر الديه، فدي هتسالوا عليها كام بالظبط في دار الافتاء، ده لازم تطلعوه حتى لو كان الحمل بعد اسبوع مش 120 يوم، فده زي بعضه له كفاره، وربنا يعوض عليكم ويدوكوا احسن منه، دي مش مشكله ابدا يا هشام. ايه تاني؟ والدتها بقى مالها؟ بتعملها على انها خدامه عندها في البيت. من ساعه الموضوع ده ولا طول عمرها؟ من ساعه الموضوع ده. مهما الامور تتظبط ومهما الامور تتصلح. ومهما اقعد اتكلم معاه اقول لك خلاص ملوش لازمه نقعد نفتح في القديم. كل حاجه بقت ماشيه تمام. وكل حاجه قدر جرحها يا هشام، قدر الجرح اللي هي فيه كبير قوي. طيب. قدره. لا معلش، احنا الاول نقدره وبعدين نوجه كلمه لمامتها ان مش اللي بتغلط نعملها انها خدامه واطيه وحقيره وبنت 66 والمفروض نضربها ونقتلها. كل ده عنف يعني وكل ده حياه كده. مش ممكن واحده تغلط ونموتها الا اذا كانت قتلت. هو مش في دين جدوله الضرب اهو، بقوله في منتهى السهوله، مش هنبكت كلام. احنا امتى نقتل اللي قتل، ومش احنا اللي هنقتله، القاضي. انما حد غلط وارد جدا اللي عامل علينا درج ده هو نفسه وارد يتنيل. كل بني ادم خطاء، ده كلام نبي. هو ده رايي ولا واحد فيلسوف وبنعمل له ترانسليشن يكون اندرو ولا حاجه ولا مش عارف مستر مين اللي قالوا عليه سابق ابن خلدون، ده نسيته؟ ايه في ايه؟ فنقول للام حرام عليك، عيله غلطت والعيله دي منك، اللي هيرحمها مين غيرك يا غبيه؟ ما تموتهاش مرتين. الغلطه في حد ذاتها موت، والمعامله بعد الغلط يا محاوله احياء يا موته تانيه. فتموتيها تاني ليه؟ انت لما تعمليها كده هتاخدي غضب ربنا الاول. ابشرك يعني، لان ربنا ما قالش كده. ده احنا عندنا الحديث ربنا بيفرح بتوبه العبد راجل او ست اشد من فرحه بني ادم كان ماشي في الصحراء والدابه بتاعته مشيت وعليها اكله وميته، قعد يدور لما اتهرى في الاخر نام تحت شجره، بفتح عينه لقاها راجعه لوحدها من فرحته. قال اللهم انت عبدي وانا ربك، من لخبطه
ربنا اشد فرحا من ده بتوبة عبد. ما تفرحوش انتوا، يبقى مش بتحبوا ربنا بصراحة. قول يا هشام ايه تاني؟ خلاص راح امه